انت بتعملي ايه يا سمسمة؟ تعالي اقول لك يا حلا انا بعمل ايه. بس قبل ما اقول لك انا بعمل ايه، تعالي نقول المقدمه بتاعتنا. العسلات والامارات ولاد بلد الجدعان وحشتوني قوي 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 قوي. يلا نبدا حلقتنا بسرعه. بس قبل ما نبدا حلقتنا نصلي على النبي وكل من ليه النبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بعمل مشي كده يا حلوله. انا كان عندي حبه مش، وبصراحه انا كان نفسي اكل مشي، فطبعا مش هعرف اكل حاجه من غير عيالي ما ياكلوا معايا. فانا قطعت طماطم وخيار، وكان عندي جبنه قريش حطيته، كان عندي فلفل اخضر حطيته. وكل ده قعدت اقلب 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 فيه. ده كده المش بتاعنا العادي، وهتحط حبه زيت وخلاص. طب انا عايزه اولادي ياكلوه، هعمل ايه؟ حطيت هنا جبنه رومي، حبه جبنه رومي، وهجيب حبه لانشون. هقطع اللانشون حتت حتت صغيره. هو طبعا اللانشون بصوا هيزغلل عينهم، فهياكلوا معايا طبعا المش. فانا هاخد اللانشون بتاعي كده وهقطعه وهحطه على المش، وبعد كده هقعد اقلب جامد واحط حبه زيت. زي ما انا بعمل كده انا بقطع اللانشون. معلش اتاخرت عليكم. كانت ام عمرو حبيبتي اختي الكبيره كانت تعبانه، عايزه كل المتابعين بتوعي بس يدعي لها بالشفاء، ان ربنا يشفيها يا رب. عايزه اقول لكم كمان ربنا يخليكم ليا وما نحرمش منكم ابدا، ومن دعمكم ليا وربنا يخليكم لسمسمه يا رب. بصوا بقى، انا كده هقلب المشي بتاعي كويس قوي، عشان لو في جبنه قريش ما تقطعتش عودي كده. يعني بالمعلقه بالشوكه، انا بعمل بالشوكه. قلبي كويس عشان تتقطع الجبنه جوه الحاجات اللي احنا حاطيناها. طب انت حطيتي ايه سمسمه تاني كده؟ وبطلي رغي وفهمينا بالراحه. بصوا انا كان عندي حبه مش وعندي حته جبنه قريش. وبصوا بقت حلوه ازاي، جميله والله العظيم، كان طعمها تحفه تحفه تحفه. طبعا لو انا مرضتش احط حبه شطه عشان احمد طبعا. بصوا بقى، انا حطيت طماطم حتت ومتقطعه، وخيار متقطعه ولانشون، وحطيت جبنه رومي، وحطيت فلفل اخضر. البرطمان ده ما تخافيش مش هتقولي هيقعد عشان القوطه هتبوظه، لا والله من حلاوته ما قعدش معانا يومين. من حلاوته كنا عاملين نحطه في الفطار وانا كنت احطه جنب الغدا بتاعنا. لا كان طعمه حلو قوي 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 قوي، هيعجبكم يعني. اللي بيحب الشطه يحط الشطه فيها يبقى طعمه حلو قوي. طب بطلي رغي وقولي لنا انت بتعملي ايه. بصوا انا كده انا عندي بسم الله الرحمن الرحيم المش بتاعنا ده انا هحطه جنبه اكل ايه. فانا قلت هحمر بطاطس وهطلع بسم الله الرحمن الرحيم قرنبيط، وهعمل قرنبيط جنب الاكل بتاعنا وده غدانا النهارده. طبعا انا حطيت نشا وحطيت دقيق وحطيت خضره، بس الخضره عيالي قطعها لي كبيره، المفروض تكون صغنططه خالص مفرومه. وحطيت التوابل بتاعتي الكزبره والكمون وحبه ملح، وانا مش بحط فلفل فيها يعني. وحبه ميه، دي العجينه اللي هنحط فيها القرنبيط بتاعنا. اقعدي كده قلبي قلبي، بس اوعي تخففيها منك تبقى عامله زي الميه يعني، لا تقليها شويه زي عجينه الكريب كده. بصوا الخضره هي عايزه خضره، حبه خضره وحبه شبت. وقلبي كويس كده عشان لما تحطي القرنبيط فيها، انا لسه كمان هحط كاري عشان تبقى صفرة ولونها صفرة وحلو. بص بقى، اقعدي قلبي هاتي من الجوانب كده عشان تبقي عارفه هي محتاجه ميه ولا مش محتاجه ميه. انا كده لقيتها محتاجه ميه، فهحط الميه فيها وهقعد اقلب كويس كده. دوقيها بس الاول، شوفي ملحها كويس، شوفي التوابل بتاعتها كويسه. حطي فيها حبه كاري عشان تبقى طعمها حلو ومصفره وحلوه. بصوا كده انا كده خلاص هبتدي احمر عشان ابتدي احضر الغدا بتاعنا. بصوا انا حطيت كده القرنبيطه بتاعتنا، كل ورديه صغنططه كده لوحدها، وفي وردات صغنططه خالص ببقى سايباها لاحمد ابني عشان بيفرح هو بالحاجات اللي الاطفال بتحب الحاجات دي طبعا. انا كده بحمر، خلصت الاكل بتاعي. انا عملت قرنبيط وحمرت طبعا بطاطس والمش بتاعنا، وعملت حبه سلطه ورغيفين حلوين كده مقمرين. والف هنا وشفا يا رب الاكل بتاعي يعجبكم وما نحرمش منكم. عايزاكم بس تعملوا لي والنبي لايك واشتراك، ربنا يخليكم ليا وسند وظهر ليا وما نحرمش منكم ابدا. يا رب السفره بتاعتي تعجبكم وربنا يخليكم ليا يا رب. المش ده هيعجبكم جدا على فكره، جميل. لو عايزه حد ياكل المش اعمليه بالطريقه دي، هتلاقيه كل على طول والله العظيم، ما قعد معانا خلص على طول. بص القرنبيط طعمه حلو ازاي. يلا مع السلامه، ربنا يخليكم ليا يا رب، يا احلى